وده حقها لان دي اسمها خيانه. المهم طبعا البنت تم عرضها على الطب الشرعي اللي اثبت كل كلمه قالتها، وان البنت للاسف الشديد متبهدله من كل حاجه. طبعا الاب اعترف وقال اسماء الاصدقاء اللي بتتردد عليه وبيقعدوا معاه، تم القبض عليهم، تم الحكم عليهم في النهايه كل واحد 15 سنه. الاب عشان متستر، وهم طبعا عشان اعتدوا على طفله عندها 15 سنه، يعني حتى لسه قاصر. انا مش عارف والله احنا رايحين على فين، بس يعني حسب الله ونعم الوكيل كل اللي اقدر اقوله. وعايز اقول بس كلمتين كده لكل واحد او كل واحده مقبلين على الجواز. لما تيجي تتجوز او تيجي تتجوزي، يعني اشتروا الحد اللي يعيش معاكم في ظهركم يحميكم. يعني اتجوزي الراجل اللي يحتويكي، يحافظ عليكي، يحميكي، يصرف عليكي مش تصرفي عليه. اتجوزي الراجل اللي انت فعلا يعني معلش يعني تحس ان انت متجوزه راجل بجد. وانت كمان اتجوز الست اللي انت عارف ان هي مثلا هتصونك، مش هتخونك في غيابك، يعني هتكون ست بمعنى الكلمه، ست تكون سايبه في البيت، سايب راجل. بس كده يعني مش هينفع اطول فيديو اكتر من كده. سلام وانا اسف على الكلام.